ما تقلقش، انا لقيت شغلانه جنب البيت هتساعد معانا شويه. شغلانة ايه؟ انت ناسي انك شغالة في مصنع ملابس 6 ساعات من 6 ل12. الدنيا غليت اوي. معلش بكره تتيسر. والله انا بدأت اتعب من الشغل اللي فلوسه اللي جاي على قد اللي رايح. الحمد لله احنا احسن من غيرنا، وبعدين بكره تكسر قرشين وتعمل حته مشروع نعيش منه. هنعمل ايه في قسط الشهر ده؟ ما تقلقش، انا اتصرفت من اخويا وقال لي براحتكم، وقت لما الدنيا تبقى كويسه يبقوا ردوه. طب ربنا سهل الشهر ده. طب الشهر الجاي هنعمل ايه؟ ده يا دوب مرتبة بندفع منه ايجار وعلاج البنت، وطول الشهر بناكل فول وطعمية. ما تقلقش، انا لقيت شغلانه جنب البيت هتساعد معانا شويه. شغلانة ايه؟ انت ناسي انك شغالة في مصنع ملابس 6 ساعات من 6 ل12. وفيها ايه؟ هخرج من ده اروح ده، والساعه 5 بالكتير هكون في البيت. يعني هتروحي شغل 6 ساعات وهترجعي تروحي شغل تاني 5 ساعات، ده غير طلبات البيت وشغل البيت. كتير اوي عليك. طب ما انت كمان بتشتغل 14 ساعه وبتيجي محدود حيلك. قلتلك انا كتير عليك؟ بس ده دوري. ودور انا كمان اشاركك فيه واكون في ظهرك. بعدين انت بتقولها كتير، ان بعد العسر يسر وبعد الحزن فرح. اتعلمتها منك. فعلا الرزق في الحياة اختيار بنت اصول. اختيار بنت اصول.